الاستثمار في الوقاية من المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود ضمن أولوياتها الوطنية من خلال اعتماد آليات تمويلية فعالة تشمل المرحلة القبلية أثناء الكارثة وبعدها، وتطوير منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، مما سمح بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. وفي الختام، تؤكد الجزائر دعمها الكامل للإعلان الوزاري القوي والشجاع والذي حمل أكثر من 40 توصية نراها كافية لتجنبنا العديد من الكوارث. كما نجدد لكم التزام الجزائر بمواصلة التعاون مع جميع الشركاء من أجل تعزيز الأمن الإنساني والتنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر استعدادا وقدرة على مواجهة الكوارث. كما لا يفوتني السيد الرئيس، السادة السيدات الحضور، أن أجدد مرة أخرى الشكر والتقدير لجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة على ما بذلته من جهود متواصلة لضمان نجاح هذا الحدث الهام. أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.